هذا أول مستند. احنا بننقل في هذا الموضوع عن جريدة المصريين أو المصريون اللي لها موقع وفي نفس الوقت جريدة، وجريدة يومية اهي صدرت بعد الثورة اهي. فضائيات تلعب بالنار. والد شهيد بورسعيد قناة الأون تي في عرضت علي 15,000 جنيه مقابل اتهام المجلس العسكري. نقرأ الموضوع. قناة الأو تي في المملوكة لرجل الأعمال نجيب سويرس عرضت عليه الظهور في أحد برامجها للإدلاء بتصريحات تتهم المجلس العسكري بالتورط في الأحداث في بورسعيد وإدانته باعتباره الطرف الثالث حسبما ترى القناة. وقال السيد أحمد سري والد الشهيد محمد السيد أحمد سري، الجورنال موجود قدام حضراتكم اهو، أن العرض كان يقضي بظهوره عبر برنامج آخر كلام الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة ليتحدث عن ملابسات استشهاد ابنه علي أن يقوم بإدانة المجلس العسكري بشكل مباشر في الأحداث، وذلك مقابل حصوله على مبلغ قيمته 15,000 جنيه. وقال: تلقيت مكالمة هاتفية من القناة للاتفاق على الأسئلة التي سأقوم بالرد عليها خلال البرنامج، وكانت الإجابة معدة سلفا وتدور في مجملها حول محاولة لتوريط المجلس العسكري في الأحداث الدامية وإدانته باعتباره هو الطرف الثالث. وكشف سري أنه تلقى عرضا مماثلا من قبل قناة السي بي سي التي يمتلكها رجل الأعمال محمد الأمين، وإن كان دون مقابل مالي، وذلك من خلال إملاء التصريحات التي يستعين على الإدلاء بها من جانب قسم الإعداد بالقناة، وهو ما رفضه للمرة الثانية. وشدد على أنه لن يقول سوى الحقيقة مهما أبى أن ينصت لها إعلام الفلول، وأنه لن يتاجر بدماء الأبرياء ومن بينهم ابنه. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ممارسة هذا النوع من الضغوط على أسر الشهداء من جانب الفضائيات الخاصة، فقد نشرت المصريون في عدد الجمعة حوارا مع المهندس مدحت يوسف والد الشهيد ماجد الذي قتل بالقرب من ميدان الممر خلال الأحداث الدامية التي وقعت قبل أكثر من شهرين بالإسماعيلية. كشف فيه عن أن بعض مندوبي الفضائيات ضغطوا عليه لاتهام الجيش بالمسؤولية عن مقتل ابنه في محضر التحقيق، وقالوا لي: قل إن الجيش قتل ابنك وهنجيب لك شهود.